1990 والتي دفعت بعملية التحول السياسي الديمقراطي قدما نحو إجراء انتخابات موسعة شكلت نماذج فريدة في المنطقة برأي المراقبين. البداية انطلقت من مجلس الشعب التأسيسي الذي انتخب يوم 17 من يوليو عام 78 و900 وألف الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية العربية اليمنية وقائدا عاما للقوات المسلحة آنذاك. كانت البلاد تمر بفترة صعبة وأزمات خطيرة تستوجب المجابهة بكل حكمة وحزم، فقد أجمع المراقبون الدوليون آنذاك أن اليمن منطقة غير مستقرة، بل إن الأحداث فيها كانت تنذر بتدهور مؤسسات الدولة واستنزاف مواردها وإنجازاتها. نظرا لذلك أعاد مجلس الشعب التأسيسي في 23 من مايو عام 83 انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة، كما أعيد انتخابه رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة في 17 من يوليو عام 88 و900 وألف من قبل مجلس الشورى المنتخب، وانتخب أيضا في 16 من أكتوبر عام 93 رئيسا لمجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب المنتخب من الشعب. وفي 24 من سبتمبر عام 1997 انتخب رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب بعد إجراء التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بتاريخ 28 سبتمبر عام 1994. بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة استطاع الشعب اليمني أن يسير في العملية الديمقراطية بنجاح من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة التي تمثل جوهر الديمقراطية، حيث امتدت لتشمل الانتخابات الرئاسية التنافسية التي أجريت لأول مرة في اليمن بتاريخ 23 سبتمبر عام 1999. وهذا ما أكسب الديمقراطية في اليمن زخما جديدا وأرسى الأسس السليمة للتداول السلمي للسلطة، ومنح الشعب قدرة ممارسة حقوقه المشروعة لاختيار من يريده رئيسا للبلاد. ارتبطت عملية تحقيق الوحدة اليمنية بالديمقراطية العصرية، يعني بنظام التداول السلمي للسلطة، نظام الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، انتخابات الرئاسية. تقدم للترشيح في تلك الانتخابات 24 مرشحا يمثلون مختلف فئات المجتمع، منهم الحزبيون والمستقلون. وحظي بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية مرشحان فقط، هما علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا. وبلغة الأرقام جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 1999 على النحو الآتي: عدد المسجلين في جداول الناخبين 5,600,119 ناخبا. عدد المقترعين 3,172,941 ناخبا. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 67.37%. الأصوات التي حصل عليها المرشحون: الأخ علي عبد الله صالح 3,583,795 صوتا بنسبة 96.20%. الأخ نجيب قحطان الشعبي 141,433 صوتا بنسبة 3.80%. واستنادا إلى هذه النتيجة فاز في الانتخابات الرئاسية بمنصب رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح لحصوله على الأغلبية النسبية من أصوات الناخبين. وبتلك النتائج أكدت الانتخابات الرئاسية في 23 من سبتمبر عام 99 و900 وألف أن التداول السلمي للسلطة أصبح ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي
للجمهورية اليمنية، حيث أكد المراقبون الدوليون على نزاهتها وشفافيتها رغم حملات التشكيك التي واكبت العملية الانتخابية بهدف النيل من التجربة الديمقراطية اليمنية. ودخل اليمن في 20 سبتمبر 2006 تجربة انتخابية رئاسية هي الثانية من نوعها منذ إعلان قيام الوحدة المباركة عام 1990، مثلت تطورا بارزا في تاريخ المسيرة الديمقراطية اليمنية. تقدم للترشيح في هذه الانتخابات الرئاسية 48 شخصا من مختلف الأطياف توفرت فيهم شروط الترشيح بحسب الشروط القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد. وحظي بتزكية مجلس النواب لتلك الانتخابات التي شهدت تنافسا كبيرا 5 مرشحين هم: علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام، فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك، ياسين عبد سعيد مرشح أحزاب المجلس الوطني للمعارضة، أحمد عبد الله المجيدي مرشح مستقل من الحزب الاشتراكي، فتحي محمد العزب مرشح مستقل من حزب التجمع اليمني للإصلاح. اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية على النحو الآتي: عدد المسجلين في جداول الناخبين 9,148,456 ناخبا. عدد المقترعين 6,228,818 ناخبا. نسبة المشاركة 65.15%. عدد الأصوات الصحيحة 5,377,238 صوتا. عدد الأصوات الباطلة 648,580 ناخبا. الأصوات التي حصل عليها المرشحون: علي عبد الله صالح 4,149,673 صوتا بنسبة 77.17%. فيصل بن شملان 1,173,075 صوتا بنسبة 21.82%. أحمد عبد الله المجيدي 8,324 صوتا بنسبة 0.15%. ياسين عبد سعيد نعمان 21,640 صوتا بنسبة 0.40%. فتحي محمد العزب 24,524 صوتا بنسبة 0.46%. بلغ عدد الدوائر المحلية التي لم يتم فيها الاقتراع أو فرز أصوات المقترعين فيها 147 دائرة محلية من إجمالي 5,620 دائرة محلية منتشرة في أنحاء الجمهورية. بموجب هذه النتائج فاز في تلك الانتخابات الأخ علي عبد الله صالح الذي حصل على الأغلبية المطلقة وأصبح رئيسا للجمهورية اليمنية للدورة الثانية ومدتها 7 سنوات. مثلت هذه الانتخابات فرصة حقيقية أمام اليمنيين لاختيار من يرونه مناسبا ليتولى قيادة البلد، وكسرت حاجز الخوف الذي بنته الموروثات الثقافية حيال منصب رئيس الجمهورية. في المقابل فإن انتخابات 2006 عكست صورة إيجابية ديمقراطية عن اليمن لدى الرأي العام العالمي، حيث جاءت ردود الفعل الدولية التي أشادت بالتجربة واعتبرت اليمن نموذجا للتطور الديمقراطي في المنطقة. ننصب الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيسا للدولة بعد 21 في دار الرئاسة، ونعرف السلام الوطني والنشيط الوطني ونجيب كبار المسؤولين وفي داخل قصر الرئاسة ويستلم
سكن الرئاسة وعلي عبد الله صالح يأخذ شنطته ويودع ويعود ويذهب إلى مسكنه. هذا ما هو البروتوكول الذي احنا نعمله. فتعتبر المسؤولية موكلة إلى الأخ عبد الرب منصور. التعددية والديمقراطية في مسيرة عطاء خلدها الرئيس علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه لليمن بثلاثية انتخابية هي الرئاسية والبرلمانية والمحلية.